المغرب كيتصدر الرتبة الأولى في مؤشر التصنيع الإفريقي لسنة 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، متجاوزا جنوب إفريقيا اللي بقات في هذا المركز الأول منذ سنة 2010. المغرب سجل وفق المؤشر الذي يغطي الفترة ما بين 2010 و 2024 نحو 0.8415 نقطة في مؤشر 2025، متقدما على جنوب إفريقيا اللي سجلات 0.8396 نقطة في تحول وصفه البنك الإفريقي للتنمية بأنه يعكس ترقية صناعية مستمرة وتنويعا للصادرات وتنفيذا فعالا للسياسات الصناعية الاستراتيجية بالمغرب. والتقرير قال أيضا أن جنوب إفريقيا مازال قوة صناعية رئيسية في القارة، لكنها تواجه تراجعا تدريجيا طويل الأجل في تنافسيتها الصناعية بعدما قد سجلت 0.8819 نقطة في سنة 2010 قبل أن تهبط إلى 0.8396 نقطة في سنة 2024. وهذا المؤشر كيقيس مستويات التصنيع عبر ثلاثة ديال الأبعاد اللي هي كالتالي: الأداء الصناعي، المحددات المباشرة مثل الاستثمار والتمويل والبنية التحتية والتعليم، المحددات الغير المباشرة مثل بيئة الأعمال وحكم القانون والدين العام والتضخم. على المستوى العربي جاءت مصر في المركز الثالث إفريقيا بنتيجة 0.7827 نقطة، تلتها تونس في المركز الرابع ب 0.7760 نقطة، بينما حلت الجزائر في المركز السادس ب 0.6661 نقطة لتكون رابع دولة عربية ضمن المراكز الستة الأولى في القارة. وهذا التقرير اعتبر أنه المغرب وجنوب إفريقيا ومصر وتونس كتشكل رباعي متقدم في التصنيع الإفريقي، إذ لا تزال هذه الاقتصادات تتفوق على بقية الدول الإفريقية بفارق واسع. بينما جاءت دولة موريشيوس خامسة ب 0.6731 نقطة، تلتها الجزائر ثم إسواتيني والسنغال وناميبيا والكوت ديفوار لاستكمال القائمة العشر الأولى. وحسب التقرير بقات منطقة شمال إفريقيا هي الأكثر تقدما صناعيا في القارة عام 2024 بنتيجة 0.6891 نقطة، تلتها منطقة الجنوب الإفريقي ب 0.5850 نقطة، ثم وسط إفريقيا وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا.